اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة إلى وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري، ومناشدتي إلى رئيس محاكم العراق فائق زيدان، وإلى محمد الشاع السوداني، وإلى كل شريف في العراق. مناشدة من شيخ كاسب على لسان الشعب. الشعب يريد هذا الشيء. اسمع مرادي من عندكم ومناشدتي من عندكم. الله يحفظكم ويطيل أعماركم. ترى أنتم بهذا المنصب الله سبحانه وتعالى يحاسبكم يوم القيامة. قفوهم إنهم مسؤولون. ترى إذا ما تقدر للسؤال وما خايف من سؤال أمام الله سبحانه وتعالى وتقول أنا أخاف من السؤال، فعليك أن تضع يدك في المكان الصحيح. وإن لم تكن قادرا وأنت غير خائف من الله سبحانه وتعالى فاصنع ما شئت، ما شئتم وليس ما شئت. أنا ما راح أخصص واحد من عندكم. القضية وما هي؟ سادتي المحترمين، يا وزير الداخلية ويا رئيس الوزراء ويا رئيس محاكم العراق، القضية هي عن قضية الربا. الربا اليوم ملأ الأرض فساد، ملأ الدنيا خصوصا في العراق. ربا اليوم عندنا في كل مكان. أعتقد يعني اللي هو وصلنا إلى المهالك. أعتقد هو اللي خلى المخدرات دخلت. أعتقد هواي أمور بقضية الربا، ناس تستفيد وناس تنهلك. أنا اليوم في منطقتي أكو أعرف 3 بيوت طلعوهم من بيوتهم بقضية الربا. بقضية الربا يعني ناس تجي تعطيك فد مليون، مليونين، 3، صار 10، صار 30، صار 40، أو الطا سيارة، والسيارة بدل ما سعرها 20 ورقة باحة إلى بدفتر، والدفتر وإلى يعني ما تحس إلا هو رجل منتهي، عائلة منتهية بقضية الربا. ما ضالعتهم شيء، حتى لو يبيعون كلياتهم ما يقدر يوفي. فإحنا نريدكم تنتبهون لهاي القضية، لا تظلون تدورون في قضايا بسيطة مثل قضايا المحتوى الهابط هذا يرقص. احنا نعم مع العقوبة إذا تطورت أموركم أو صارت أيديكم مبسوطة أكثر، فوسعوا العقوبات. من شيخ كاسب وشيل ايدك، وسع عقوباتك، شعدك قوة، اضرب بيد من حديد. لكن احنا اكو عندنا امور كبار، احنا لا ندور بالقضايا الصغيرة وبعدين شنو الكبار عايفيها. قضية الربا، قضية المخدرات، هواي امور عندنا احنا نحتاج انه تتدخلون بها وتضربون يد من حديد. ماكو عقوبة ولا كذا، لا. قضية الربا والله وصلت ناس مكاتل بيها. اكو ناس انتحرت، هو ينتحر، هو يجي يجيب مسدس، يجيب له حديده، يجيب كهرباء. انا اعرف ولد رش على نفسه نفط وحركها بسبب من؟ بسبب الربا. لانه قرض له 500,000 متوازع على قضيه، يلقى صار 50 مليون، يروح للبيت مالته يوصل له 35 مليون 40 مليون، يظل مطلوب 10، وال10 هذه يمشن حتى شو يسوي بعد؟ بس يخلص انه ذاك مطيسك مفتوح او وصل امانه مفتوح، والقانون مع وصل الامانه وذن القضايا يحط له وش خاط، يجيب مسدس يحرق، يقتل نفسيته. هو صاحب الربا، هذا المرابي. وانا اقول لك يستاهل، بس يقتله على مود ايش؟ على مود قضيه اموال. احنا عندنا الربا يا ساده المحترمين، يقول هو النمو او الزياده في الشيء وفي الشريعه ما يزاد على اصل الشيء. يعني هسه اليوم حتى اللي يريد يبيع له سياره ويشتري سياره، يبيعها اذا هي سعرها 40 ورقه، لا يبيعها بدفترين، خليه يبيعها ب50 ورقة، خليه يبيعها ب55 ورقة زيادة. إذا زادت على النص هنا أصبح مرابات من عند بعض العلماء، ليس الكل. الكل يقول لك أنتم الناس مسلطون على أموالهم، لا، بس هو هنا فيها مهلكة. وإذا مثلا شيء بشيء أو زاد على حد أيضا صار ربا، مثل الحنطة، الشعير، الدولار بالدولار، الدينار بالدينار، هذه كلها معاملات ربوية. الطحين بالخبز، الطحين بالطحين، المهم ذني كل المعاملات ربويه. فيا اخواني اريدكم تنتبهون له. وانا خليني اختم بذن بعض الايات القرانيه: عسى وان الشعب يتعظ، وعسى وانتم تضربون بيد من حديد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. ويقول حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. خوش احنا بلد اسلام، بلد مسلم، نتعامل بالربا. هذا الربا الى غير ناس، يقال في ذلك الوقت كان لليهود. هسه احنا عمي مو يمنا يهود، ما لنا علاقه هم باليهود. احنا إلنا علاقه بانفسنا، احنا اليوم اسلام، اليوم إلنا شيعه. هذا عمي معاملات الربويه، ناس انهكت من وراها، واللي يريده من رئيس الوزراء، من وزير الداخليه، من رئيس محاكم العراق، من الشرفاء، القضاء على هذه القضيه، على هذه الظاهره الفاسده. وبعدها الدور نلتفت على المخدرات، نلتفت على غيره، هواي امور هنا عندنا. جزاكم الله الف خير. لا تنسونا بافضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله